ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه شيك ومميزه ومفيش حد ما بيحبهاش، لا كبار ولا صغيرين. هنعمل دوناتس بس مش بالسكر ولا بالكريمه. هنعمل دوناتس الفراخ، حاجه كده قمر ومقرمشه، واخده لون ذهبي من بره وطريه واخر طعامه من جوه، ومكونات قليله هتقدري تعملي كميه كبيره جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. جبت من بصلايه متوسطه الحجم وقطعتها اي تقطيعه كده. انا كده هحطها في الكبه، وحزمه كزبره صغيره وبرده نفس النظام، وهحط كل المكونات دي في الكبه ومعاها صدور الفراخ اللي عندي. انا الحقيقه ما كانش عندي صدر فرخه، بس انا كان عندي وريك فحطيتها، بس عشان تبقى النتيجه مضمونه وما يطلعش معاكي عروق الافضل انك تحطي صدور فراخ. حطيت معاها بطاطسايه مسلوقه، هتربط لي مكونات بعضها وهتزود لي الكميه. بعد كده حطيت شويه ملح وفلفل، بهارات فراخ، فيجيتار حامي او بارد على حسب رغبتك زي ما انت عايزه. هفرم بقى كل المكونات دي في الكبه، وبعدين هجيب كيس حلواني زي ما انتم شايفين كده، وهقصها على قد حجم الدونتس اللي انا عايزاها. حطيت بقى كل ده في الكيس وهبدا اشكل الدونتس بتاعتي واحده واحده. بصوا بقى، اللي وحشوا كحك العيد يا جماعة، في فرصة تانية انك تاكلي الكعك بس عن طريق وجبة كاملة. الكمية دي عملت معايا صينيتين كبور. انا بعد كده رصيته على صينية فويل عليها ورق زبدة، واحطها في التلاجة نص ساعة علشان تجمد المكونات دي معايا وتتماسك شوية، ما تفكش مني وانا بحطها في البيض. شايفين الدوناتس متماسك معايا ازاي لما انا طلعته من التلاجة؟ لا فرول بقى ولا سايب ولا تفك ولا اي حاجة. حطيته في بيضة صفار بيضة كده بشوية لبن، وعلى البقسماط او الكريسبي اللي انت عايزاه. الزيت بتاعي يكون سخن كويس قوي، وبعدين اللي هعملها طلعها على طول احطها في الزيت. نتفرج بقى ونستمتع بلونها الذهبي المقرمش ده من قبل ما ناكلها. حاجة كده بجد مشرفة. شايفين شكل القرمشه من بره عامل ازاي، ولا لونها الخطير ده؟ بجد هتبقى لمسه جديده وجميله لو جربتيها في عزومه. بجد كانت خطيره قوي، خطيره في شكلها، خطيره في طعمها، تناسق الوان ما حصلتش يا جماعه. دي مش وجبه، ده سحر على السفره، احلى وأطعم من البرجر ومن كنتاكي نفسه. جربوها ووروني تطبيقاتكم الحلوه على الفيسبوك، وطمنوني في الكومنتات. اشوفكم على خير بوصفه جديده من وصفات وصفه شيك، وباي باي.